السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة من أيام العيد وحاجة العيد الجميلة، البسكوت الفايش الصعيدي اللي هو مفيش في الدنيا في جماله ولا مقاديره ولا طريقته الجميلة اللي هي ورثينها من الأجداد، من جدود الجدود. يعني يمكن لو دورنا عليه نلاقيه من أيام الفراعنة يعني. بس المقادير وبيتعمل بطريقة تحفة وبالطعم مفيش بعد كده، وممكن يقعد سنة. يعني الطالب بياخده، الموظف بياخده، اللي بيكون في بلد تاني، اي حد مغترب بهدايا بقى للأقارب. جميل جدا. وممكن في كمان مغتربين في الدول العربية بياخدوه معاهم، وكله بيشكر في جماله وحلاوته. هنشوفه بيتعمل ازاي. يلا بينا. هنا بقى الخميرة البلدي دي اللي هي احنا بنصنعها بايدينا، عبارة عن سمسم. انا هنزل لكم في صندوق الوصف طريقة عمل الخميرة الفايش، كنت منزلاها كذا مرة قبل كده، هحطها لكم في صندوق الوصف. هنا اول ما بتخمر الخميرة بتاخد 3 مراحل. اول مرحلة بنبتدي نكسر على الخميرة. يعني ايه نكسر على الخميرة؟ نجيب الخميرة اللي احنا حطيناها في اي برطمان ازاز عندك عشان تشوفي من غير ما تفتحيه، وبنحط حوالي مثلا كوباية دقيق على قد ما يشيل واحنا نقلبها لغاية ما تبقى زي عجينة الكريب، ونغطيها ونسيبها تروح، ونحط الغطا فوقيها، تروح هي رافعة الغطا سبحان الله، وتكون اختمرت بالطريقة دي. فبنحطها في إناء تاني أوسع، وبنبتدي بقى الخميرة دي اللي هي احنا عملناها بتقعد 12 ساعة. يعني خمرتيها الصبح التاني تبقى خمرت، عملتيها بالليل، تاني يوم بالليل تخمر. هنجيب هنا الدقيق على قد ما مثلا معانا لتر لبن او لتر مية، ونبتدي نحط الدقيق، وبرضه هنعجنها زي عجينة الكريب، نخبط فيها كده كده كده، بتتعجن كده هي. دي الحاجة الأساسية واللي بيقوم عليها صناعة الفايش الجميل الصعيدي، اللي هو كل بيسأل على طعمه المميز وريحته الجميلة، وبيقعد فترة طويلة جدا. يعني أنا يمكن لو ما قعدش، طبعا هو ما بيقعدش من جماله، يعني ممكن يقعد أكتر من سنة. جميل جدا. يعني شوفوا ناس زمان كانوا قد ايه، ودي طريقة متبعة ولغاية دلوقتي توارثناها عن بعض. هنا بقى خمرتها خلاص، شفتوني عجنتها زي عجينة الكريب كده، ومخليتهاش وغطيتها، غطيناها كويس وحطيناها في مكان دافي، وهي اختمرت وارتفعت، وهي شكلها. انا برش الدقيق عشان لما بتختمر الدقيق بيفص، يعني بيفور معاها بتبان. اسفه ليكم. هنا بقى المقادير بتاعتنا، جبنا الخميرة هنقولها واحنا بنحطها، شوفوا شكلها عامل ازاي. بنحط للكيلو، انا هقول لكم مقادير الكيلو لان انا عاملة مقدار كبير، يعني انا عاملة 5 كيلو. بنجيب الكيلو بياخد كوباية سمنة. الاول بنحط مع الخميرة نص الكوباية بتاعت السمنة، وبياخد ربع كوباية سكر، وبياخد 4 معالق سمسم، وبياخد معلقة كركم. ده الكيلو. وبنحط باكنج باودر بعدين مع الدقيق وذرة ملح، بياخد معلقة باكنج باودر برضو او معلقة باكنج باودر. ده للكيلو. فانا دلوقتي وانا بعمل هقول حطيت ايه، والادوات اللي حطيتها دي هي اللي بتخليه ريحته جميلة وطعمه مميز. طبعا انا مش هخلي حاجة في الخميرة خالص، مطرحها لازم ننضف الاناء باللبن. حاطين، انا في ناس ممكن تعجنيه بميه، بس انا بحبه عشان طعمه يبقى مميز بالميه. هنا محلب، لازم تحطي فيه محلب. المحلب يعني قد ربع معلقة محلب. المحلب للكيلو، للمقدار الكبير. وبحط كركم، ممكن تحطي للكيلو برضو معلقة كركم. وبجيب المحلب وهنا كوباية سكر، انا حطيت كوباية ونص كبيرة عشان المقدار اللي عندي، انتي تحطي ربع كوباية للكيلو. وبجيب المحلب عشان قبل ما انسى اقول لكم، هنا حطينا ملح وحطينا الدقيق بتاعنا، خلينا نقول لكم وهنحط فوق الدقيق الباكنج باودر بس. فالمحلب اللي انا حطيته اللي هو بيقوم السر اللي بيخلي البسكوت بتاعنا جميل، المحلب بجيبه وبطحنه، وبحط عليه سكر، بطحنه بالسكر او بطحنه بشوية، وبحط معاه شوية سمسم بس. وبجيبه كده المحلب واحطه، هو اللي بيدينا ريحة جميلة، ومفيش اي اضافات تانية. ده الملح.
وهنا بقى السمسم، انا بحب احط سمسم كتير، بحب وانا باكله كده احط سمسم. السمسم ده من الحاجات اللي هي رافعة للمناعة، وبيزود يعني الطاقة عند الأطفال والكبار، وبيساعد على إن الذاكرة تبقى حاضرة جدا. يعني من الحاجات الجميلة جدا، وليه فوائد جميلة. ده بالنسبة للسمسم أنا بحبه جدا. يعني النبات الجميل ده سبحان الله ربنا اداهولنا، وفيه فوائد جميلة جدا جدا. وفي زيوت السمسم بجمالها كله بقى هيبقى هنا انا ضفت على مكان اللبن شوية مية. انا حاطة 2 كيلو لبن هنا، انت هتحطي للكيلو الدقيق نص كيلو لبن. وطبعا انا الدقيق اللي فوجئت ان الدقيق اللي جايباه ده جميل جدا، دقيق ابيض لجميع الاستخدامات، بس بيشرب مية. والدقيق اللي بيشرب مية ده يا جماعة بيبقى جميل وبيزيد، يعني بيزيد، بيدي المقدار بيكبر معاه، وبيدينا عرق حلو للمخبوزات اللي بتحب العجن، المخبوزات اللي بتحب العجن يعني. فهنا هنبتدي بقى نقلب المقدار بتاعه، ونبتدي نعجن فيه لغاية ما نخلي عجينته لا طرية ولا ناشفة، يعني عجينته حلوة كده لينة. وادي زي ما تشوفوا انا في بدايته عمالة اعجن اهو، وكل ما الاقي دي عايز يشرب مية بديله، بقلب العجينة طبعا عشان مقدار كبير، لكن الكيلو في منتهى السهولة هيتعجن معاكي. وناس كتير بتسأل ازاي الفايش الصعيدي. الفايش الصعيدي ممكن اي حد يعمله. يعني احنا كان زمان بيعملوه في الافران اللي هي البلدي، اللي بتبقى في كل البيوت المصرية، البيوت الكبيرة. هنا بقى عجنته ويحتاج ميه، اديته تاني، وتقعدي تشربيه كده وتملكي فيه، بيحب العجن. ولو عندك عجان هتحطي الكيلو في العجان وتعجنيه في العجان. ولو عندك 2 كيلو تقسميهم، تقعدي تقسمي في العجان، هيريحك جدا جدا. وتقعدي لان العجان بيوفر الوقت والجهد. هنا هنبتدي برضو نعجن فيه ونشرب المية ونملك فيه، يعني نروح ونيجي كده بيه، نروح نيجي في العجينة عشان يبقى لها عرق وتدينا اكتر. باختلاف المخبوزات الحلويات، ده من الحاجات الجميلة البسكوت الفايش ده. في ناس بتسميه منين، وناس بتسميه فايش، وناس بتسميه بسكوت صعيدي، لكن هو بنشتهر بيه وجميل جدا. وكل اللي ياكله بيسأل على طعامته ويسأل على معمول ازاي. وفي ناس بتحط له زيت، انا ما بحبش احط له زيت، لان لو قعد فترة الزيت بيدي ريحة كمكمة. هنا شوفوا شكل العجينة بقى جميل ازاي، لانها خدت مجهود تمليك. في الاخر بقى بجيب، انا بقولك بتاخدي الكيلو كوباية سمنة. هنا بقية السمنة بتتحط بقى على الوش، وبقعد ايه اشرب فيها العجينة. بلاقي العجينة يعني بمعنى اللي بيقولوا زي اللبان كده جميلة. العجينة بتشد معايا وبتبقى سلسة وطرية في نفس الوقت، مش قاسية. يعني ما تخليش عجينة الفايش قاسية خالص، ولا زي ما بتوديها بتروح معاكي، ولا تخليها طرية خالص ما تقدريش تلميه وما تقدريش تعمليه، يعني زي عجينة الكريب كده. لا لا، هي عجينة زي عجينة العيش، جميلة كده اهو. يعني بتبقى زي عيش، زي عجينة الفينو كده، لو حد بيعرف يعمل العجينة الفينو يعني ملمسها. هبتدي بقى اشرب السمنة معايا عشان لا يشقق ولا يقشف وشه ولا حاجة، اما اكون بنشتغل بيه. العجينة تبقى مهما سبتيها بره او في ايديكي تقعد لينة وتقعد جميلة. وشوفوا العجينة جميلة ازاي، مفيش في ايديا اي، وبشيلها لو انها كبيرة جميلة جدا. وده السمسم اللي على وشها ده، لان انا بحب اكتر السمسم. ممكن انتي تحطي اللي انتي عايزاه، لكن الروايح الكتيرة دي بحطها هنا عشان خاطر كانوا زمان بيعملوا كده عصاية العجوز، يعني حاجات افكار كده ناس زمان كانوا بيعملوها وليهم طقوس فيه. بس احنا بنعمله عادي جدا، وهغطيه بقماشة نظيفة وهسيبه كده يقعد حوالي ساعة، وبعد الساعة ابص عليه واشوفه. يعني لما نعمل الخميرة مش اول ما نعملها ونقعد نبص عليها، لا، برضو نخليها ساعة. وبرضو لما بنكسر عليه اللي هي الخميرة الاولانية برضو نخليها حوالي نص ساعة ونبص عليها. شوفوا اما خمر بقى، ممكن تشدي العجينة تطلع معاكي للسقف وهي ما بتتقطعش.
كده دليل على ان هو خمر وخمر يعني كويس. انا بقى الدور ده حبيت اعمل كده حاجة جميلة، جبت المكنة بتاعة الفرن اللي هي بنعمل برضو بيها البسكوت، ولقيت فيها القمع بتاع الهانك بتاع بتاع الصدق. حطيته فيها وحبيت بقى نعملها عشان نسهل. هنا احفادي البنات ما شاء الله بيعملوا معايا، هم كبار في الثانوي وفي الاعدادي لكن شطار جدا، وربنا يا رب يكرمهم وينجحهم. ومعايا برضو بنوتي ندى هي الماسترو بتاعنا، قاعدة بتصورنا وقاعدة تقول اعملوا كذا واعملوا كذا. فهنا طبعا هم ما بيرضوش يطلعوا في التصوير. فهنا انا ما بحبش السيجان دي، بحب اعمل في الالمونيا. فاول مره هستعملها واشوفها، لان الالمونيا جميله جدا، اللي هي الصواني العاديه بتاعتنا. اي صواني الومنيا عندك اعملي فيها، ولو جبتي سيجان هاتيها الومنيا برضه. يعني الصاج ده مهما كان السيجان الصاج دي بتلسع. فانا قدام هتشوفوا عملت ايه. المهم هنبتدي اهي صواني الالومنيا، بسم الله ما شاء الله دي ليها سنين عندي، ورغم كده بعمل فيها كل المخبوزات والمكرونات والجلاش وما بتقولش يعني من نوع النظيف، وقاعده معايا زي الفل ليها في سنين. فلما تجيبي حاجه الومنيا هاتيها من نوع النظيف. هنا ابتدينا بقى، بصوا الاول كنا لو شفتوا فيديوهاتي اللي على القناه عامله فيها البسكوت بنقطعه حته حته، كل بسكوته بتعمليها بايدك، يعني لو عملتي مليون بسكوته بتعمليها بايدك. لكن ده سهل علينا، بجيبه كده وبقطعه الحجم اللي انت عايزاه، بتقطعيه بالطريقه دي مثلا، وانتي مطلعه من المكنه بتطلعي على حجم اللي انت عايزاه، 3 4 وبس. وبعمله كده ادوره واسويه واحطه في منتهى السهوله. فمش هيصعب عليكم بقى من هنا ورايح ان كنتوا تستصعبوا تعملوا الفايش. ادي هنا ملك رقع على المكنه، وملك معاها برضو صاج بتعمل، وكله وهنا قاعدة بتعمل وندى بتصورنا وكان يوم جميل، وكان كله ضحك فوق المكنة واللي يقول انا بسكوتي ده احلى منك، واللي يقول وكل واحد. وانا طبعا قاعدة اقول لهم اظبطوا الحجم خليه قد بعضه. وكان يوم جميل خالص. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وبركة يا رب كده، وبيوتنا تبقى عمرانة بالخير، وان شاء الله ما يحرمش حد ان هو يعمل حاجة العيد وفرح ولاده. ورمضان ده من الشهور اللي هي بتبقى خير وبركة في كل حاجة، في الاهل وفي الاولاد وفي الاصحاب. وربنا يكرمكم يا رب. وشوفوا انا عمالة اعمله بسهولة، بيطلعوا لي من المكنة. طبعا انا باخد كل واحد عليه دور، بياخد حقه من المكنة، لان في ناس تاني بتاخد وبتعمل في السجان بتاعتها. ده الصاج الكبير كان بتاعي انا، وفي منتهى السهولة، وكان ما خدش يعني نص ساعة كنا عملنا الكمية دي كلها او اقل والله. شوفوا جماله ازاي. والبسكوت ده يا جماعة والله وما بيتعبش. كان زمان بيعملوه بالسمن البلدي، واللبن موجود في البيوت، لبن وسمنة. كان زمان في الأعياد وفي رمضان كده كل البيوت يخبطوا عليها ويدوها كمية من السمنة كمية من اللبن. الحبايب يدوا بعض ما بيشتروش. كان في أريافنا كده، اللي عنده مثلا جاموسة بيدي الناس كلها طول رمضان، بيكون اللبن ده بيلف على البيوت كلها، ما كانش حد بيشتري لبن. يعني بلادنا خير، واللهم اجعلها يا رب مليانة خير بإذن الله يا رب. يعني كل ما انتي تدي خير هتلاقي خير. فالواحد ما يقولش يعني لا اخلي الحاجة دي ليا ما اديهاش. ادي عشان ربنا يكرمنا ويبقى عندنا خير في بيوتنا. وطبعا انتوا عايزين تعرفوا ان مثلا كمية كبيرة لا هتعملوا الصغيرة. انا هسيب لكم في صندوق الوصف ازاي تعملي كيلو واحد، لان الكيلو واحد هتعمليه وتجربي فيه وهتبتدي تعملي من كيلو لاتنين لتلاتة، لانه كل ما عملتي كمية كبيرة بيقعد السنة كلها. الاطفال يصحوا الصبح يشربوا شاي بسكوت بلبن ويمشوا، هيسندهم اليوم كله. بالليل في اي وقت ضيف جه كان بيتقدم للضيوف، ضيف جه بيعمل شاي ويروح يسقي فيها بسكوتين كده، حاجة جميلة. وعشان كده هم كانوا بيمونوه بقى سمنة ولبن وسمسم وخميرة، ما بتشتريلوش خميرة.
يعني باكو باودر ده احنا اخترعناه الايام دي، هما ما كانوش بيحطوا فيه الباكو باودر ده برضو. كنا بنعتمد على الخميرة، بنسميها الخميرة العربي، ما بنعتمد عليها بس. طبعا طريقة المكنة دي سهل لي عليا امور كتيرة جدا، يعني جميلة خالص، وكله يعتمد الطريقة دي، تحفة جدا وسهلة. يعني احنا الفايش هتشوفوه على قناتي بعمله بايدي، كنت كل الكمية دي بايدينا بنقعد نعملها. طبعا هو بيحب الايادي، وحاجات العيد بتحب الايادي، وانا اهو بعمل وبشرح لهم ازاي يعملوا، وقاعدين هم يضحكوا طبعا وبيعملوا. وشطار واحدة بتوريني اهو، بتقولي كده يا ماما. هم طبعا كلهم بيقولوا لي يا ماما، محدش يعني ما نعرفش اي لقب تاني غير ماما امان. و... وطريقة الفايش دي من الطرق السهلة الممتازة، اللي يا رب كده يجعل بيوتنا دي ندى. طبعا اهي بتساعدني معايا في الحزب بتاعي انا. ونسيت اقول لكم ان انا الاول اللبن ما طلعتش في التصوير كوبايه اللبن، بغليها اللي هعمل بيها. بغلي كوبايه اللبن وهي سخنه جدا، بحطها في البرطمان واضيف عليه الاربع معالق سمسم. لازم تتغلي كوبايه اللبن وتكون سخنه. هنا اهو ابتديت انا خلصت قربت اخلص الصاج بتاعي، وهم برضو قربوا يخلصوا اللي معاهم. وشوفوا شكله جميل ازاي ومنسق وقد بعضه، مفيش حاجة. هنا برضو الصواني دي عملوها، واللي عمل سيجانو عملها، وبسم الله ما شاء الله. وهو شوفوا شكله جميل ازاي. هل تتخيلوا ان كل بسكوتة اتعملت بايد؟ يعني الكميات دي كلها اتعملت، كل واحد عملها بايده. هنا بقى حطيناه في الفرن، وبسم الله ما شاء الله. لما خمر بنسيبه يخمر تاني في السيجان بتاعته. واول ما خمر اهو طلع، وشوفوا بيخمر تاني. اول ما تحطيه في الفرن بيطلع لفوق وبيزيد حجمه. بس تخلي بالك بقى من الفرن، وتقعدي تقلبيه يمين وشمال. هنا اهو طلع بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا وشكله تحفة ومنسق وقد بعضه. ومش على الشكل بس وعلى الطعم، الطعم ولا اروع، كمان طعمه تحفة جميل جدا. وما تكتروش الروايح انا بشوف ناس بيحطوا حاجات كتيرة، بيحطوا حبهان وقرنفل وقرفة. لا لا لا، خلي طعم واحد في الحاجة عشان خاطر تعرفي تاكليها، وتعرفي ما تشتتيش نفسك في الروايح وفي الطعم. يعني انا لما احط قرفة ومحلب ومسمار وحبهان ما ينفعش. هنا قلبنا الصاج اهو. عشان بس كانت الدنيا ليل، الكاميرا ظلماه طبعا في الشكل، لكن الحمد لله اهو جميل وهو سخن. انا بحاول، بصوا وهو سخن بصوا عامل ازاي، مفيش حاجة لازقة في بعضيها. طبعا انا لما بنطلع وبنحط في السيجان وهو لسه عجين، بندهن فوقيه سمنة برضو، او سمنة على زيت. لما يكون لسه بنعمله بايدينا بندهن سمنة على زيت مع العجين فوق صوابع البسكوت قبل ما يدخل الفرن. لازم تدهني وشه برضو. هنا بصوا بيطلع بسهولة ازاي اهو، لاني كل ما بحط صباع بسكوت ببل ايدي كده صوابعي بسمنة وازقه شوية كده اهو على البسكوتة اللي جنبه، وبيطلع بالطريقة دي. فاول ما بتيجي تفكيه من بعضه بتلاقيه سهل جدا. بص، ولا بنقطع بسكينة ولا حاجة. اهو شكله نهائي. هنحطه هنا، بنسيبه يتهوى عشان خاطر نحطه في الفرن بقى. ن... اهو اللي بقول لكم على الصاج، بسجان الصاج بتشعل بتعمل علامة كده عشان خفيفة، لكن الألمونيا ما بيعملش، بياخد سوا واحد. هنا بقى خلاص فزقناه، وهو شوفوا شكله جميل ازاي، وعامل زي التوست الجميل، بسكوت كده تحفة. وشوفوا شكله رفيع كده، مش مكبب ولا حاجة. تحطيه في البسكوتة رقيق وسهل وجميل. وبخليه يتهوى، وبحطه بقى في العجين في الفرن عشان يتحمص. وتخلي الفرن شعراية، يعني تخليها يدوبك للتحميص وتقلبيه. هنا هو طالع بقى متحمص واخد اللون الذهبي الجميل. والتحميص ده على ذوقك، بتحبيه غامق تخليه، بتحبيه فاتح تخليه. وهو بصي البسكوتة رقيقة ازاي وتحفة. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله هتعملوه
وهتحبوا طريقته جدا عن اي مخبوزات. هو بطل المخبوزات كلها. اهو تحفة ازاي وجميل، شايفين حاجة ولا اروع. وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب كده، وتجربوه. وبيتعمل في اي وقت، مش في الاعياد بس، في اي وقت. شوفوا الحجم بتاعه وشكله، واعملوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.